نتعامل مع اي حاجه، وان احنا قادرين على ردع اي ارهاب، ومهما كان مش هيأثر الارهاب في مصر، وعزيمه مصر وجيش مصر ورئيس مصر اقوى من كل ضربه من اللي بيضربونا. طبعا هو ده اقل ما يجب نعمله احنا، ان طبعا المفروض ان احنا كقوات مسلحه المفروض ان احنا ناخد حق الناس اللي ماتت دي 100%، وكل الشعب المصري اكيد موافق ومبسوط على الضربه بتاعت امبارح. بس بنتمنى بقى فعلا يعني ان الجيش بتاعنا والقوات المسلحه بتاعتنا تبقى واقفه صاحيه، ان تبقى عندهم استعداد ان في اي لحظه ممكن اي حد يهجم علينا. فاحنا يعني كلنا مبسوطين. احنا موافقين على كل حاجه السيسي يعملها، احنا موافقين على كل حاجه يعملها السيسي، وربنا معاه وربنا ينصره. لا ذنب ايه الناس دي تتيتم، وذنب اهليهم ايه؟ ذنب اهليهم ايه تتيتم كده؟ الناس النهارده بقت بتخاف من الاقوى، بتحترم الاقوى، ما بتحترمش الضعيف. وفعلا ده كان قرار سليم وكان مناسب وكان وقته مناسب، لان لو كان طول اكتر من كده ما كانش هيبقى له رد الفعل اللي احنا حاسينه دلوقتي من الناس، واسلجت صدور ناس كتيره قوي. هذه هي بعض ردود أفعال لعدد من المواطنين المصريين فيما يتعلق بقراءتهم للمشهد وضرورة قيام